السلام عليكم ورحمة الله. خاوتي يزول فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير، فقاقير لكننا بدون ميزة نطير. سنطير كذلك اليوم في هذا العدد الخاص لنتحدث عن الكذبة الكبرى RHB رحمة ربي. ما حبيتش نهضر على هذا الموضوع نهار خرج إلى العلن، لأنني راودني الشك. قلت بيتات الوزير هذا جاب لنا كفاءة من الكفاءات، وأنا الجزائريين فينالمون راح يفجر الطاقات تاعو في الجزائر. عنده الحق الحمد لله. ودون بيير دوكو نعاونوا خوتنا المرضى، مرضى السكر على بالك كاع طلع عندنا السكر في الجزائر. دونك سي بون شوز. ويت نسي بعد وليت نشم فيها قاطحة بزاف. قلت نو سي ترو بو بور اتر فري. بعد ظهرت باللي تزعبط وظهرت في الشفاشي. المهم سي تافيري باللي السيد هذا ما قراش في لانسويس كما قال لنا. Non, ce monsieur n'est pas inscrit à l'université de Genève. Il n'a jamais été inscrit à l'université de Genève. Merci madame. السيد هذا ما قراش في كلية الطب في جنيف. il n'est pas inscrit du tout في جامعة جنيف. et de surcroît عطوه الاعتماد باش يبيع لنا المكمل الغذائي، مكمل غذائيه، باسكو اللي عنده لامبروف باللي قال دواء يجيبها. انا المصدر شكون اللي دار الاشاعه والدعايه؟ شكون اللي دار الدكتور سليمان؟ انا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ انا ما فهمت شكون اللي قال دواء لازم دواء. توفيق زعبيط ابن قسنطينة الذي اخترع دواء لعلاج مرض السكري. هذا الدواء الذي قال عليه وزير الصحة في التسجيل المصور، قال إنه الدواء المعجزة الذي سيحدث ثورة في العالم. شكون اللي دار الإشاعة والدعاية؟ شكون اللي دار الدكتور سليمان؟ أنا المصدر عمري ما قلت دواء. شكون اللي قال؟ قلت دواء. شكون اللي قال دواء؟ أنا ما فهمت شكون اللي قال دواء لازم دواء. انه الدواء هذا يكون متوفر في الاسواق، لانه انني خايفه انه الشيء اللي خايفه منه انه الناس لما تخرج تحب تشري الدواء ما تلقاش ربما. كل التفاصيل الخاصة بهذا الدواء الذي سينقذ حياة الملايين من الجزائريين. بس هو ما قالش دواء، ما قالش يعني ما قالش سيت ميديكامون ميراكل، يعني قال باسكو لي زيفي تاعو سي دي زيفي ميراكل. بصح قال دواء، بصح ما قالهاش بالفور. ما قالش يعني الدواء رانا في اطار الانتاج. ما قالش يعني دواء يعني بالحجم تاع بينوبل ولا 6 أيام. الانسان الاول راح وهذا انسان ثاني. المهم هذا مش بالموضوع. الموضوع هو الوزاره الوصيه اللي عطاته الرخصه باش يبيع لنا هذا البوازون، باش يقتل لنا المواطن. الوزير تاع الصحه قالنا باللي السيد هذا نعرفه. C'est quelqu'un qui était à Genève, j'ai vu son CV, qui travaillait à Genève, qui faisait de la recherche à Genève, qui est venu me dire je veux travailler. ايه سي محمد تلاقيت معاه في الاسويس وشفت السي في تاعو. انا عميه السي محمد. كل لي زاغريمون في الجزائر يتمدوا بلي سي في. جاني السي في وي هذا راح يدير الشمه بالزعفران. والله السي في تاعو مليح. خلاص اعطيوه. الو سوسو اعطيه لاغريمون تاع الشمه بالزعفران باسكو كي يديروها لهنا وما يخرج شويه زعفران. فوالا سوسو تري بيان. فوالا ليزاغريمون يتمدوا غير بقراءة السي في، بقراءة السي في، وثاني بالسلالة. عائلة ثورية، السيد من عائلة ثورية. هل كون بيو مجاهد ربي يطول في عمره وإذا كان حي وربي يرحمه إذا توفى يعطيه سك على بياض باش يدير لنا انوفاسيون اكستراوردينير. مسي بوضياف. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن قداه أغريمون وقداه رخصة
سلمت في بلادنا بالمحاباة والمعرفة وبالسي في فقط والسلالة. هذا هو أنا جو تيران شابو القنوات اللي يمشيو مع الريح ويبيعوا الريح. لماذا؟ لأن الإعلامي عندما يصبح إعلامي الهدف الأسمى تاعو هي الحقيقة. سي با كورير ديريير لو سكوب، مي الحقيقة. الهدف الأسمى كما قال دنزل واشنطن it's not to be first. no، لازم تجيب the truth، لازم تجيب الحقيقة. لكن هؤلاء تلك المشاريع الإعلامية المتناثرة هنا وهناك في بلادنا تتنافس على أولوية الخبر. برمس أي كان هذا الخبر، خبيث من تنحشاكم، ما كانش منه كذب افتراء، المهم هم الأولين اللي يجيبوه. تمنيت يا جماعة vous avez fait très bon travail، خاصة المكالمة مع الجامعات تاع جنيف. لا ما تعيطوش الجامعات في فرنسا. أنا نعرف واحد الوزير طربق جدها، طربق الطرق، طربق لا كوميونيكاسيون، طربق السياحة، طربق الإيراجيري، وقال بلي جو سوي ان دكتور ديتا. وكي هضرنا عليها غدوة نحا من السي في تاعو، وفي السي في كان محطوط طبعا في الموقع تاع الوزارة. عيطوا بك الجامعة اللي راهو يهضر عليها وقولوا لهم اسكو السيد هذا قرا عندكم ولا ما قراش، ولا عنده الدكتوراه عندكم ولا ما عندوش. ديروهاش هذه، مازال ما جاكمش جرين لايت. نعرف ثاني واحد كان مينيستر وقال ان انا هو جو سوي لو دويان دي ميدسان، ونعرف شنو نهضر، وفخامة الرئيس يوقف بعد شهرين ولا ثلاثة. لو دويان دي ميدسان سا فو كي لي ميدسان. عيطوا لكلية لا ميدسين اللي عطاتو الدبلوم، عيطوا لها ما جاكمش الجرين لايت. طبعا الجزائريين على بالهم على مرة نهضر. شفتوا خاوتي؟ Tu vois comment ça se passe dans l'espace خويا الروجي؟ هذه المنظومة الفاسدة خاوتي ما قتلتش فقط محمد تمام، قتلت كذلك مايدي ربي يرحمه. هو اللي قال هذيك المقولة الشهيرة، مانيش خايف بوتفليقة يموت هو رئيس، خايف أنا نموت وبوتفليقة رئيس. tu avais raison خويا مايدي. كي لقيت معاه مسكين كان يبات برا، حرق بارتو، راح لاسويس، لالمان، فرنسا، الطليان، بعد ولا البلاد، دار فيها طابلة قهوة ودخان الشمة وكاوكاو ونفصلوا إليها. وعنده بتيت في بيطول في عمرها، قال لهم عطوني شومبرا برك نيات الولي اللي يجي يكذب عليه ولا يدوش بالثلج خالتي حتى مات. شتو هذيك المركز التجاري اللي داروه في سطيف بكري كان 2 تور 15 سنة و 2 تور. دابا طلعت الفوق وعيط للوليه، قال له كنا تعطيني جدار نطيش روحي، قال له طيش روحك كل عنده حتى مات بالقنطة. هذه المنظومة لم تقتل هؤلاء فقط. أنا بقول شكون قتلت خاوتي؟ يمين مرار، شام سمعنا به. يمين مرار هذا مختص في الهندسة النووية، قرا في الأمريكان. لي زاميريكان تالمون شافوه مخ مخلاوش يفواياجي، خافوا يخسروه. دابا ما قدرش يفواياجي، عيط لافامي تاعهم قال لهم بعثوا لي لافي ديسي تاع بي، بعثوا له. لي زاميريكان اي سون سونسيبل ا سا، يريسبكت لاتر هيومان، لي سونتيمون تاع الناس. قالوا له روح فواياجي. دابا راح الجزائر، راح ليها مقضى، عطاهم السي في تاعو كما كان يقول لنا الوزير. بالكم من خدموا خاطي مختص في الهندسة النووية، من خدموا قلكم. واصلت رحلة البحث عن وظيفة، لكن لم تكن هناك مؤسسة علمية حكومية تتقبل فكرة توظيفه لديها. وبما أن الرجل يعد عالما في تخصص نادر وخطير، لم يتحمل تلك الصدمات العنيفة عندما لم يلقى الاهتمام اللازم بعقله الشغوف بالعلم، فانتهى به الأمر في آخر المطاف موظفا لدى محافظة الغابات بقسنطينة، وتارة أخرى بطالا.
خدموه في مديرية الغابات تاع قسنطينة. السي محمد عطاوه بيرو قالوا له فيرم تا كول هاشاكم. وفي 16 افريل 2001 في خامة الرئيس عباس بوتفليقة ربي يشفيه ويطول في عمره، راح لقسنطينة وكرم واحد العالمة في الهندسة النووية، عالمة عراقية، وغاثو نفسه مسكين. يبقى راح للبونطة يشرعه 16 افريل 2001. في يوم 16 أفريل من العام 2001 كانت قسنطينة تحتفل بيوم العلم، وفي ذلك اليوم الموعود بالذات كان الرئيس بوتفليقة في أول زيارة له إلى جامعة الأمير عبد القادر لتكريم العالمة العراقية وقار عبد القهار الكبيسي. ساعتها كان عبقري الجزائر في طريقه إلى إزهاق روحه، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى جسر الملاح بقسنطينة. يعطيو الاعتماد للدراوش بصحابهم، راحوا حوسوا شكون اللي راهو يسربي في الدول الجزائر. الناس قراو لي سي في تاعهم السي والسلاله تاعهم مليحه. راكم شايفين كومون سا سباس خالتي. الكفاءات كل هجرت ودمرت. الناس اللي روحوا للجزائر كل باش يديروا مشروع علمي ولا ثقافي ولا اقتصادي ولا كمبراه، تلاقيت اليوم مع واحد يخدم فيها روت خالتي، با هز لافامي تاعو وروح حاول يدير ان بروجي كوميرسيال 3 سنين وما يمرمدوا فيه، سواردو كل راح ورا جوا، هذا يوكل هذا يوكل هذا يوكل، عاش يمشي في اللوطوروت بالقندوره وبليها خالتي، هذوك مسؤول فيها راس. كاين واحد خالتي تعرفوا لا طوم دو بوزون، على بالكم بلي كاين 4 فورس فوندامونتال في الفيزياء يا اخي، لا فورس الكترومagnétique ولا فورس دو غرافيتي، وكاينين 2 فورس يعيطوا لهم يقول لك سي 2 فورس كي اجيس او نيفو سوباتوميك، لا فورس نوكليير فورت ولا فورس نوكليير فيبل. بصح العلماء قال لك 4 فورس بزاف لازم نديرو فورس اكثر، يحوسوا يلموها. يبقى هذا لاطوم دو بوزون هذا يلمهم في 4. العلماء عندهم عشرات السنين ما يحوسوا يلموها. كاين مخبر في MIT انستيتي ماساتشوست انستيتيوت اوف تكنولوجي يبحثوا في هذا الامر خالتي. كان باحث معهم جزائري دكتور اسمه مراد دهينة، حضرت عليه في الكتاب تاعي خالتي. مراد دهينة متحصل على دكتوراه في الفيزياء النووية من معهد ماساتشوست للتكنولوجيا الذي يعتبر من بين أحسن 10 جامعات في العالم، كما تحصل 64 باحثا من هذا المعهد على جائزة نوبل. في سنة 1979 هنأ الرئيس الشاذلي الطلاب المتفوقين في شهادة البكالوريا، كان من بين هؤلاء الشباب مراد الذي تحصل على الشهادة بتقدير جيد جدا. في سنة 1983 نال مراد الشهادة العليا لدراسات تخصص فيزياء من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة. مراد كان الأول في دفعته، هذا ما سمح له بالحصول على منحة دراسية بالولايات المتحدة في معهد ماساتشوستس بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية. كان دهينة باحثا في فريق الدكتور سامويل تينغ الحائز على جائزة نوبل للفيزياء، وبعد أن تحصل على شهادة الدكتوراه في أقل من سنتين في سنة 1987 التحق بالمدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات بزوريك في سويسرا التي تعتبر بدورها رائدة في مجال البحث العلمي. مراد دهينة مع المئات من الدكاترة الذين ساندوا الفيس جوست باسكو إلا سيمباتيزي avec un parti politique. طرب وجدته خاطي من 88 هو في الامريكان، جامي دخل الجزائر، ما عنده حتى علاقة مع الفيس. لا سير ريلاسيون تاعو مع الفيس هو شافهم نظلموا حسب القراءة تاعو، جاو ليه الجماعة قالوا له ولي انت هو ريسبونسابل تاعنا، دوكا الدولة تاعنا واش هي تقول على هذا العالم؟ تقول بستان تيروريست. شفتوا خاتي؟ شفتوا؟
يا البارح قلت لكم الإسلاميين والنظام كيف دمروا حياة ملايين من الناس. ما ذنب مراد هنا؟ ما ذنبه؟ ليه تقلبوا تيروريست جوست باسكو إلا سيمباتيزي افيك ان بارتي؟ ما ذنب لامين مرار مسكين تحطوا في بيرو باش يروح يخدم في مديرية الغابات، هو سبيسياليست في الهندسة النووية، بصح زعيبط باسكو تعرفوا بيو وتعرفوا بيرسونيلمون تعطيه لاغريمون باش يجي يقتل الناس، وذوكا فوريتيري الميديكامون دو مارشي باش بعد ما حليتوا الامل الملايين من الجزائريين اللي عايشين في القنطة مساكن ويضربوا في ليباري كل يوم تاع الانسولين. بارك الله فيكم خاوتي، تمنيت ان تكون مداخلاتي اسعد لكن ما حبيتش نخليها في قلبي. واش راه صاري في بلادنا اكستراوردينير، ورانا رايحين سوم نو ريالمون او فون دو بوي، ومازلنا نحفروا كما يقول في الله، ورانا رايحين. تهلاو في بعضكم خاوتي. مرة أخرى ما تنساوش سبسكرايبيو في قناتي غاني مهدي برك، فيسبوك ثاني غاني مهدي، كل الفافاسيك بيبي وكل اليوتيوبات الأخرى مش تاعي. بارك الله فيكم، تهلاو في بعضكم، في أمان الله، وعلى خير.